عليكم النهارده حلقه عن افضل 10 افلام في تاريخ مارفل، ومن غير كلام كتير خش على المغزى عايشه. فيلم اند مان الجزء الاول تقييمه على اي ام تي بي 7.3 بتدور الاحداث حول دكتور بيطرد من شركته فبيخترع جهاز بيحول اي شخص لحجم نمله. الفيلم ممتع جدا صراحه ومسلي. فيلم ما هوش اعظم فيلم لمارفل ولا هو من اعظم الافلام اللي تشوفها في حياتك، بس فيلم مسلي وممتع. ونروح للمركز التاسع، فيلم ثور الجزء الاول تقييمه على اي ام دي بي 7/10. الفيلم بيحكي عن ثور ابن اودين حاكم اسكارد اللي كان بيستعد ان هو يحتل العرش، بس بيجي ابوه وبينفيه وبينزله لكوكب الارض. فيلم صراحه جميل جدا ومن اجمل افلام مارفل. ونروح للمركز الثامن، فيلم كابتن امريكا الجزء الاول تقييمه على اي ام دي بي 6.9. قصه الفيلم بتحكي عن شخص جسمه هزيل جدا بيتم تحويله ضد خارق وبيطارد شخص بيحاول السيطره على العالم. جميل جدا صراحه وممتع، مش هتحس معاه بدقيقه ملل. ونروح للمركز السابع، ثور راجناروك افضل فيلم في سلسله ثور صراحه، وتقييمه على اي ام دي بي 7.9. القصه بتحكي بيتسكن ثور على الجانب الاخر من الكون وبيحاول يرجع وطنه اللي بيحصل فيه دمار. ونروح للفيلم رقم 6، فيلم ايرون مان الجزء الاول وتقييمه على اي ام دي بي 7.9. قصه الفيلم بتحكي بيسافر العالم العبقري وصاحب اكبر شركه سلاح في العالم الى افغانستان، واللي حاصل هناك مشاكل كتيره جدا بسبب الارهاب، وبيتعرض لاعتداء من الجماعه الارهابيه ونشوف هيتصرف ازاي. ونروح للمركز الخامس، فيلم بلاك بانثر وتصنيفه على اي ام دي بي 7.3. القصه بتحكي منذ الاف السنين بدور حرب بين 5 قبائل على نيزك جواه ماده لو اي حد امتلكها بيتحول لشخص عنده قدرات خارقه، واي مدينه تمتلكها بتتطور جدا وتبقى فارق كبير جدا عن اي مدينه حول العالم. ونروح للمركز الرابع، فيلم سبايدر مان الجزء الاول اللي نزل في 2002 تقييمه على اي ام دي بي 7.4. قصه الفيلم بتدور حول العبقري المراهق المنبوذ بيتر باركر، واللي بيكتشف ان عنده عنكبوت وبيبقى عنده قوه خارقه. من اجمل الافلام اللي اتعملت في تاريخ سبايدر مان صراحه. الفيلم كلمه جميل قليله عليه. فيلم مش هتحس فيه ان هو قريب من فكره السوبر هيرو او قريب من فكره البطل الخارق، لا الفيلم ممتع وفيه كذا جانب جميل جدا، منهم الجانب الرومانسي ورتم الاحداث، وهتحس نوعا ما في بعض الاحداث فيلم درامي جميل. ونروح للمركز الثالث، فيلم سبايدر مان نو واي هوم تقييمه على اي ام دي بي 8.2، واللي قصته بتحكي عن بيتر باركر الدكتور ستيفن بيطلب منه ان يخلي الناس كلها تنساه بعد ما انكشف العالم كله بقى عارف ان هو سبايدر مان، وعن طريق الخطا الدكتور بيفتح حاله من الاكوان المتعدده وبسببه بيدخل كذا شرير وكذا سبايدر مان. اجمل الافلام صراحه اللي اتعملت في سبايدر مان انه كلمه ممتع قليله، الاداء التمثيلي فيه صراحه جميله جدا، وفي كذا مشهد تحس ان هو فيلم درامي حزين جدا، وريتم الاحداث صراحه كان جميل. ونروح للمركز الثاني، فيلم افنجرز اند جيم تقييمه 8.4. بتدور الاحداث حول الجزء المتبقي من المنتقمون بيحاولوا يعكسوا اللي حصل من ثانوس في الجزء اللي قبليه، بيحاولوا ينقذوا العالم. فيلم جميل جدا صراحه، وهيجي في اخر الفيلم او اخر نص ساعه في الفيلم بالنسبه لي هي اجمل نص ساعه في الفيلم، فيها مشاهد دراميه قويه جدا ومؤثره، ودي من احلى الحاجات في افلام مارفل، ان رغم ان هو فيلم سوبر هيرو بس هتلاقي مشاهد دراميه مؤثره جدا، هتوصل لمرحله ان هي تبكيك حسيت ان هو فيلم حزين، وهتوصل لمرحله ان هو فيلم اكشن وتصويره جميله جدا، وهتوصل لمرحله تحس ان هو فيلم سوبر هيرو 10/10. فالفيلم فيه صراحه كذا حاجه وكذا جانب كان رائع فيه وممتع. ونروح للمركز الاول، اجمل فيلم سوبر هيرو واجمل فيلم اتعمل لمارفل، فيلم افنجرز انفينيتي وور وتقييمه على اي ام دي بي 8.4. بيتناول الفيلم قصه المعركه الكبرى بين المنتقمون وحراس المجره لمواجهه حرب ضد ثانوس. اجمل فيلم اتعمل لمارفل بدون نقاش، فيلم صراحه 10/10، ومن اجمل الافلام اللي شفتها في حياتي اصلا. وبس كده، ما تنساش تقول لي ايه افضل فيلم بالنسبه لك في اللي انا قلتهم كلهم، ولو عجبتك الحلقه ما تنساش المتابعه، في فيديوهات كتير هتنزل الايام اللي جايه، وسلام.